أهلا وسهلا بمتابعي قناة ديب أبو شالة. اليوم عنا شيء خاص جدا جدا، هو ذكرياتي مع النجوم، برنامج إذاعي كنت عامله ومن ضمنه حلقات بحكي فيها عن الصبوحة، عن الشحرورة صباح، وعن ذكرياتي أنا وياها. يا ريت بتتابعوا معنا لأنه في أشياء الناس ما بتعرفها ووجه آخر لصباح. اسمعوا. وبذكر انه اللي عم بيحاورني هو ملك جمال لبنان 2015 الإعلامي الأستاذ ربيع الزين. أجمل تحية لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا عم بتابعونا، وأكيد حلقة جديدة من برنامج ذكرياتي مع النجوم رح أطلع عليكم. وأكيد اليوم رح نتناول مسيرة فنان جديد مع ضيفنا الدائم الفنان ديب أبو شال. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ربيع، يعطيك العافية. اليوم رح نحكي عن أسطورة من أساطير الفن بلبنان وبالعالم العربي، عن صباح. يا ترى اليوم إذا بنطلع بهالألبومات صور بنشوف إنه دايما في مناسبات كانت تجمعكم، ولاحظت إنه في كتير من الصور خاصة مع هيدي الفنانة المتألقة يلي دايما بنتمنى لها طولة العمر. بس فيك تتذكرنا أول مرة التقيت بهالفنانة صباح؟ إذا بقول لك أول مرة مش تعرفت عليها شخصيا، حضرتها حضرتها شخصيا بمهرجانات بعلبك. كان عمري حوالي 7 سنين وبهرتني وقتها. كان في عمل مسرحي، هيدي أول شوفة شفتها فيها لصباح. كانت مسرحية مسرحية تذكر؟ طبعا بذكر. هي مسرحية لروميو لحود اسمها الشلال، من بطولة صباح ومجموعة من الفنانين الآخرين. انبهرت رغم طفولتي بعد مذكر، انبهرت بصوتها، بمغناها، بالسحبات الطويلة والنفس الطويل اللي تغنيه، بالإضافة لحضورها ولبسها وإلى آخره. ضحكت جبال ونبرات غنيت عمر تحكي حكاية الهنا. على فكرة في شغلات بدي احكيها كنت بعدين، هلا انت سبقت علي. هي كانت الشرارة الأولى لحبي للفن. كانت هالحفلة هاي أو هالمهرجان اللي حضرته ببعلبك كان عطاني انبهار كبير بالفن وبالعمل الاستعراضي والتمثيل والمغنى إلى آخره. كان هذا السبب. حبيت العمل المسرحي وحبيت بسبب العمل المسرحي كان والضخامته أثناء. بتعرف أنت الطفل إجمالا بشوف الاشياء اكبر من حجمها الطبيعي. هلا مثلا اذا انت معود مثلا صالون بيتكم مثلا، انت وصغير كنت تشوفه اكبر مما انت تشوفه هلا. هذا قليل من الناس يمكن اللي بيعرفوا هالناحية، انه الولد بيشوف شيء اكتر لانه خياله بيدعم القصة. حبيت الفن من وراء هالامر هيدا. يسلم لنا لبنان جنة امانينا، من غفوة الوديان لصحوة روابينا. يسلم لنا لبنان جنة امانينا، من غفوة الوديان لصحوة روابينا. مهما تنازعن وعطشنا وجعنا، مهما تنازعن وعطشنا وجعنا، لبنانينا الغالي عم حبي دربنا، عم حبي دربنا، عم حبي دربنا. يسلم لنا لبنان جنة امانينا. اليوم بحلقتنا بعدها مبلشة بأولها كنت بدي أقول لكل اللي عم يسمعنا أنه رح نعرف قصص عن جانب من جوانب الحياة المتعلقة بصباح برؤية ديب أبو شالة. حكي لنا عن قصة حفلة مرعي أبو مرعي اللي أحيتها صباح مع زوجها السابق فادي لبنان. صباح كان في مطعم على نهر القوى لمدخل صيدا. نعم. هيدا المطعم عامل تراس على النهر مباشرة، قاعدة كتير حلوة كانت. اتصل في أحد متعهدي الحفلات إنه بده ياني مشان روح أقدم الحفلة كمقدم برامج، وهي المهنة الأساسية اللي اشتغلت فيها كتير. نعم. ولم أزل الحفلة لصباح. كان وقتها فادي لبنان بعد ما تجوزها لصباح كان عنده فرقة دبكة،
وهو بدك تقول مدربة ورئيس هالفرقة. رقص كم رقصة مع صباح، كان وقتها بعد ما حصل زواج، يعني كان في نوع من الإعجاب أو التقارب أو شيء من هالقبيل. هلأ هيدي الحفلة أنا وقتها اللي اتفق معي غير متعهد الحفلة، يعني متعهد الحفلة متفق مع شخص هو اللي يتفق معي، لذلك ما يعني ما اهتميت للأمر كتير. خلصت شغلي ورحت الأيام يعني، وكانت حفلة كتير حلوة لصباح. بعد مرور سنين طويلة وبسنة 2005 بيتصل في أحد الأشخاص بيقول لي أنا مدير أعماله للسيد مرعي أبو مرعي اللي هو صاحب سفينة الأورينت كوين الباخرة السياحية الشهيرة اللي اشتغلت، وبده يعني اشتغل كمقدم برامج ومونولوجيست على خلال الرحلات على مدة أسبوع الرحلة. اتفقت أنا وياه رغم خوفي كان من البحر كتير بالأول، ترددت يعني لأنه كنت خاف دوخ، والحمد لله ما حصل شيء. ورجعت جددت رحلة تاني وثالثة ورابعة، عملنا 4 رحلات. نعم. هلا التقيت بالسيد مرعي أبو مرعي وقتها، قال لي كيفك شو أخبارك؟ قلت له الحمد لله. قال لي أنت ما تذكرتني؟ قلت له تذكرتك بشو؟ قال لي أنت ما تذكرتني، أنا كنت اللي عامل حفلة، أنا متعهد حفلة صباح بالمطعم اللي على نهر الأول حتى ما نذكر أسماء يعني. نعم. وأنت ما خلصت شغلك وطبيت راسك وضليتك ماشي. قلت له إيه مزبوط، بقى ذكرني في التاريخ، هو اللي طلع اللي متعهد الحفلة. نعم. يا مينا الصيدة اشتقنا لك، نيالي فيكي ونيالي. يا مينا الصيدة اشتقنا لك، نيالي فيكي ونيالي. خيال القمر ليلة بحرك، نور سهولك ورمالك. يا مينا صيدة، يا مينا صيدة، يا مينا صيدة اشتقنا لك. يا مينا صيدة اشتقنا لك. كتار من الناس القريبين من صباح وحتى البعاد عن صباح بيسردوا معلومات عنها وعن تاريخها الفني والإنساني. إذا بدي أسألك اليوم أستاذ ديب، رؤيتك أو أنت شو بتعرف عن تاريخ صباح الفني والإنساني؟ شو بتذكر لنا؟ شوف صباح أنا اللي لفت لي نظري فيها كتير ذكائها الشديد، واللي كمان بالإضافة لهيك حضورها الفظيع. أنا ما شفت فناني بحياتي قديش اشتغلت بلبنان وبالدول وهيك، ما شفت فناني إلى حضور وطلع الناس مثل صباح. يعني حتى بتحضر لها عمل مسرحي بيكون في ديكورات كبيرة وإضاءة وراقصين وراقصات بعدد كبيرة، بتلاقي الجمهور تركيز نظره على صباح. يمكن لأنه عندها الشعر الأشقر الذهبي، معقول؟ إذا بدنا نحكي من الناحية النفسية. لا إذا بدك تاخد على أساس الشعر الأشقر، طب ما في كتير غنوا نعم. شعر أشقر يعني، ما مش هي الوحيدة، بس صباح إلها حضور سبحان الله. يعني هذا الكاريزما عندها قوية كتير لدرجة يعني هي الوحيدة، أنا مع احترامي لكل الفنانات هي الوحيدة اللي بقول أنا بيلبق لها لقب سوبر ستار، مش نجمة، يعني سوبر نجمة مميزة. ليش 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 لهلا سهرانين، برد بالجرد تخمين، نام الليل ضعب بالورد والزنبق تكي عالأرض، وعالشوك غفيوا الحساسين غفيوا الحساسين. طب شو اللي ميزها عن بقية الفنانات؟ أولا كلهم بيلبسوا وهي بتلبس، كانت مشهورة بلبسها، بس لبس الصبوحة يختلف، إنه كانت تلبس شغلات غريبة بس زائد بلس حلوة. مش كل شغلة غريبة ومش عادية بتكون حلوة. نعم. هيدي شغلة مهمة. كانت عطول عندها مصممين يصمموا لها إلى خصوصي شغلات مبتكرة، ابتكارات غريبة ومميزة بس بنفس الوقت مزوقة جدا، وهيدي وحدة. 2 صوتها الرائع جدا،
شو بدي هلأ بعدين على كبر على كذا المسألة اختلفت. ايه بس هي كان عندها نفس فظيع وعندها قدرة على الغناء المصري واللبناني بإتقان، بالإضافة للنفس الطويل، بالإضافة حتى قليل الناس اللي بيعرفوا انه صباح غنت موشحات كمان وغنت شغلات طربية وفيها طرب، يعني مش عملية أغاني بس خفيفة. نعم نعم. بالإضافة لجمالها. ده احنا اللي يانا كتير فرشولنا الأرض حريق، ده احنا اللي ياما كتير فرشولنا الأرض حريق، ده احنا اللي ياما كتير فرشولنا الأرض حريق، علشان نرضى في يوم يكونوا حبايبنا. خليك يا قلبي قد التحدي، خليك يا قلبي قد التحدي، وانسى زمان انسى وفوت وعدي. لا 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 يا قلبي. قبل شوي ذكرت لنا عن ذكاء صباح. نعم. يا ترى شو في هيك أمور خلتك تلمس هذا الذكاء الموجود عندها؟ قبل كل شيء استيعابها للناس، يعني اللي بيشوف صباح من بعيد بيقول هيدي يمكن ما بتحكي مع حدا، يعني بتهيأ له انه هي كتير عندها غرور او كبرياء. متعالي او هيك. اما مجرد ما قربت منها هي بتشعر انه انت عم بتخاف يمكن من انك تتقرب منها او شيء، تكسر لك هالحاجز. هي من حالها بتشعر من نظرتها انه انت شخص حابب تتقرب منها بس خايف تصدك او هيك، لا بتكسر لك هالحاجز، هي بتسيرك وبتبتدي الحديث وكيفك وشو اخبارك. يعني تصور مثلا مرة عزمتني على مسرحية الأسطورة. نعم. واللي رجعت عملت بعد منها كمان مسرحية كنز الأسطورة كمان وهيك بمسرح بالأشرفية، عم حاول أتذكر اسم المسرح. نعم. المهم تصور انه كنت اخذت والدتي معي وعائلتي، وتصور هي طالعة على الدرج وتعبانة، خلصت العرض المسرحي أصرت ترجع تنزل على الدرج لحتى تحكي مع والدتي وتقول لها طمنينا إن شاء الله انبسطتي، إن شاء الله عجبتك، أعطيني رأيك فيها المسرحية، أهلا وسهلا يعني كتير بتأسرك بلطفة وذوقها. بعدين الأسلوب اللي هي بتتبعه بالحياة إنه هي بتحب الحياة وبتطنش على مساوئها، يعني بتزت لورا ظهرها كتير. نعم. هي كمان قالت هالشي بكذا جلسة انه هي قالوا لها شو سبب استمرارك، قالت انه التطنيش، مبدأ التطنيش بتطنش. حلو. يعني انه ما كل شغلة بتدقق فيها، يعني حد اعمل ضرب تعمل حالة ما معها خبر، بتطنش. تطنيش شوي بريح، يعني مش انه كل شغلة اذا الواحد بده يدقق بكل امر بيحصل معه بيفقع. نعم. بما انه ذكرت والدتك المرحومة، كمان خبرتنا قصة ضلت تذكرتها هي لما طلعت على المسرح، يا ريت خبرنا اياها. والدتي لما تزوجت بفترة شهر العسل راحت حضرت صباح، كانت بعدها أول طلعتها صباح مع مجموعة من الفنانين، كان عمرها تقريبا بحدود 16 سنة، وحتى كانت توصف أنه كانت حاطة شرايط رابطة كيف البنات الصغار يعني جديديل وشرايط بشعرها. وهالشي حصل بالتياترو الكبير اللي هو الجراند تياتر، اللي هو لم يزل بعده موجود بالسوليدير تحت بالداون تاون. نعم. وغنت وكان عمرها حوالي 16 سنة، وهالشي حصل سنة 1936. والحفلة اللي حضرتها من بعدها والدتي كانت حضرت مسرحية اسمها ست الكل لصباح، كنت أنا وياها طبعا بمسرح ستاركو. هالمسرحية كانت أثناء زواجها من وسيم طبارة، هو كان مؤلف ومخرج المسرحية كمان ومشاركها بالتمثيل. حسبنا بين أول مرة حضرتها وبين هالمرة التانية كان مرق 56 سنة بين اثنين. أيام الهنا عودة، أيام سحب فرد، يا موت ميت هلا سلم لي على سودة، وخلي رصاصات وترن سمناف واستن برن. رزق الله الدمع بيحن، ايوه عصات الرصاصة بترن لك شي موشط 14. نعم سمناف واستن برن.
معروف عنك استاذ زيب كنت طبعا وما زلت تقدم حفلات بالليل، وكمان كان عندك تقديم الصبحيات يلي كانت تجمع سيدات المجتمع واللي بيحبوا يعني جماعات الصبح، وكمان يكون في متواجد فنانين بالصبحية. من الصبحيات كمان كانت الأسطورة صباح. خبرنا كيف قدرت تقنعها وتغني الساعة 10 الصبح؟ هيدا ما بنساه هيدي الحادثة على فكرة. هيدي أول ما ابتدى فيها جمعية الشابات المسلمات عملوا حفلتين هيك على أنه سيدات بس، والصبح بتعرف أنه لأنه الرجال بيكونوا بأشغالهم، حفلات الصبح مع ترويقة، برنامج فني ناعم هيك صغير وهيك. بقى اللي صار شو أنه بعدين صار في تعاون بيني وبين المطربة منى مرعشلة بإقامة حفلات عامة، مش ضروري تابعة لجمعيات، لا حفلات تجارية عادية يعني صباحية تحصل بأحد المسابح ببيروت. وهالشي عملناه ونجح بشكل كتير كبير، اللي خلينا شجعنا أنه عملنا كتير منهم هول الحفلات، واشترك مجموعة ضخمة من الفنانين بهالحفلات. يعني مثلا جورج وصوف نزل ضيف شرف مرة بحفلة كمان كانت منى مرعشلة. نعم. وهو كان في صداقة بينه وبينها كتير وأخوة يعني. وشو بدي أعدلك مادونا، شو بدي أعدلك علاء زلزلة، يعني كل الليستة اللي نعم. كانت أثناء أحمد دوغان كلهم. نعم. بقى بيوم من الأيام حبينا نعمل ليش نشوف صبوحة إذا كان بتوافق عليك أمر، وفعلا تجاوبت مع الأمر، وكانت مزوجة وقتها فادي لبنان، وعملنا الحفلة الصباحية بمسبح على المنارة، طبعا بمحل مسكر يعني مش على المسبح على البحر. نعم. على البسين يعني. كيف شفت طلتها الصبح؟ اتصور انه كانت حفلة من اروع الحفلات العالم، كانت يعني شو بدي لك كومبلي فوق بعض الناس. وكانت صباح وهي وقتها قالت اول مرة بحياتي، قد صار لها بتغني اول مرة بحياتها بتغني بحفلة صباحية، يعني كان مغناها حوالي الساعة 11 قبل الظهر. بتقول: غذاء الروح سر لا يباح، مرقده ليل وفجره أفراح، ومن ذا الصوت يطربنا شجيا غير نهر مصدره صباح. بنقول أهلا وسهلا برمز الفن اللبناني، بنقول أهلا وسهلا بشمس الشموس، بنقول أهلا وسهلا بالشحرورة، بنقول أهلا وسهلا بأرزة الفن اللبناني المطربة الكبيرة صباح. كمان كان عندها هذا الاتراكشن اللي كنت عم تحكي عنه كمان الصبح ولا بس بالليل؟ لا هي صباح اللي عنده حضور ربيع، يعني عنده حضور مثل ما بقول كيف ما زتيتها بتيجي واقفة. نعم. ايه بقى كان حضورها فظيع جدا، بس اللي هلك الموضوع اكتر شيء رغبة الناس بالتصوير معها، انه يتصوروا معها. نعم. اثناء مغناها يعني تصور انه تكون عم بتقول شي موال او عم تقول شغله فاتحه تم، تقول لهم يا عم نطولوا بكم بس تسكر تمي وابتسم بتصور انا وياك. نعم. انا وتمي مفتوح هيك انا فاشخه تمي بعد مذكر على كل حال كمان عندها خفه دم كتير متلاحظه من خلال مقابلاتها. شو هلا لولو، شو رش ملبس يا عين، شو زي اللولو. ايام اللولو شو هلا لولو، شو رش ملبس يا ماما، شو زي اللولو. برم الدولاب وغاب ورجع وقف عالباب، برم الدولاب وغاب ورجع وقف عالباب. دق دق يا ربي شو دق دق ما فتح له. ايام اللولو شو هلا لولو. كنت مرة قلت لي انه صباح هي كانت سبب عملك بالفن، يا ترى في قصة غير القصة اللي خبرتنا اياها؟ لا هي القصة ان احنا سبقنا الموضوع هذا، انه هي سبب انه انبهرت برجع بقول لك بالعمل الفني، وخاصة بمهرجانات بعلبك، وكنت طفل صغير. هالشي أثر فيي كتير ورغبني بإني اشتغل بالفن. يعني هو كان التعاون مع صباح هو جزء مع التعاون مع كتير من النجوم، بس صباح تركت علامة. أنا عجبني أسلوبها بالحياة، كيف تتعاطى مع الناس، كيف بتخلي الناس يحبوها. يمكن هذا عامل كمان ذكاء من واعتماد الكلي على نفسها. يعني مثلا دايما لما بتنذكر صباح بتنذكر فيروز،
يعني على طول هول الاثنين على طول بينذكروا مع بعضهم، مع انه كل وحده لون وكل وحده طعم شكل يعني مختلفين عن بعضهم. نعم. بس الفرق شو؟ انه فيروز لا شك انه في كان هياكل محاوطينا ومبروزينا وحاضنينا هن الاخوين رحباني. نعم. بينما صباح اتكلت على نفسها بكل شيء، كان بلبنان ولا بمصر. نعم. ما هي اتكلت على نفسها، ما وعملت 80 فيلم سينمائي، قسم كبير منهم الأكترية منهم بمصر، ومثلت مع عمالقة الفن. نعم. من فريد الأطرش لعبد الحليم حافظ للكل، يعني ما خلت. نعم. بقى هيدي ميزتها، وكله الاتكال نفسي، يعني ما انه في حدا جهة دعمتها او ساعدتها. على كل حال نحن بنعرف انه كتير من الحفلات جمعتك مع صباح. عندك فكرة قد ايه عدد هالحفلات؟ عددها على المزبوط بكون كذاب اذا بقول، بس انه شو بعرفني فوق 100 يمكن، شو بعرف فوق يعني. حفلة. ماني عارف يعني على المزبوط. بدي لك نيالك لانه التقيت فيها بهالعدد كتير كتير اشتغلت حفلات. شو ممكن تذكر لنا هيك يعني عن تقديمك لها بالحفلات او كضيفة شرف؟ شو هيك ممكن شيء لفتك مرة؟ برجع بقول لك انا انه كيف هي بتستوعب الانسان وكيف بتخليك تحبها غصب عنك، بدك تحبها. ليه؟ مثلا مرة كنت عم بشتغل بأحد الأماكن بجوني، وكان المطرب الرئيسي بالحفلة كان وقت عصام رجي، وكان في يعني فنانين مشاركين كمان. بقى وقتها اجت صباح سهرت هي وهويدا بنتها، وكان مع فادي لبنان طبعا زوجة أثناءها. ما كانت هي مقررة من برنامج الحفل؟ لا هي كانت سهرانة، اجت نعم. عم تحضر بس يعني بمناسبة اجت بنتها هويدا على لبنان وعم تاخدها يمكن تكزدرها. انا لما شفتها بطبيعة الحال عملت لها ترحيبي مميزة، قلنا لهم يعني بعدني مذكر، قلت اذا كان رمز لبنان هو الأرزة، برمز الفن اللبناني صباح. حلو. ايه يعني اذا بدنا نشبه، حس انا ما تركتها الا ما تخليها تطلع تغني. ايه بقى انا اصريت على الامر. هي ما كانت حابه تغني بالاول على اساس انه مش مهيئه للامر يعني، ولا عامله بروفا مع الموسيقيين. بس لما طلبت منها الناس الموجودين صار يدعموني. نعم. يعني بقى طلعتها على المسرح، تصور انه عم بعطيها الميكروفون لتغني، اخذت الميكرو حطته ورا ظهرها ووشوشتني. شو قالت لي شو دي؟ طمني عنك، كيف صحتك، كيف عائلتك، ان شاء الله منيح، طمني عنك، صار لي مدة يعني شوف قديش انه هلا هي بشو ولا بشو الناس قاعدين عم يزقفوا ناطرينها لتغني. كان هذا هو الفنان الحقيقي اللي يعني هذا بيرمز عن انسانيته قبل ما يكون يبين يعني فنه، وخاصة بمحل وعلى المسرح. يعني مش وقتها هلا تسأليني هيك سؤال. نعم. مثلا شوف قديش هي حرصها ومحبتها يعني. لما طريق العين كانوا يقولوا له اسم الله، ألف اسم الله ويغسل عيني خليها الإمة إن شاء الله. لما طريق العين كانوا يقولوا له اسم الله، ألف اسم الله ويغسل عيني خليها الإمة إن شاء الله. شو هو الإصرار اللي أنت بتعتبره سر نجاح صباح؟ قديما كان في برنامج وثائقي بالتلفزيون اسمه حب البقاء. الصحفي الكبير الراحل جورج إبراهيم الخوري اللي هو كان رئيس تحرير الشبكة، مرة سألوه وقريت له عنه بالمجلة انه شو ميزة صباح اذا بدك تشبهها لاسم برنامج تلفزيوني. قال لهم حب البقاء. صباح عندها إصرار انه، وعندها شعور يمكن بعتقد انه اذا قعدت بالبيت اسبوع سكرت على حالها يمكن تتوفى، شوف، او تمرض يمكن، لانه حياتها هي وانتعاشها وبتستمد روحها من التواجد بين الناس. نعم. يعني هالإصرار اللي عندها فظيع. حتى بالنسبة لعمليات التجميل والقضايا اللي بيحكوها انه هي تعتبر الرائدة بهالأمر. يعني اول من فتح الباب هي صباح. نعم. اوكي، طب هلا كلهم عم ماشيين على نفس الطريق. هي بدأت كمان بعملية يعني تجميل. هي اول من قام بهالعمل. ايه، وهيدا انا مش ضده يعني هلا هي بدها تحافظ على شكلها وجمالها، والجمال بيعني لها كتير لصباح، الجمال بيعني لها كتير من طفولتها. يا حلو يا حلو انا وياك، الهوى عذبنا انا وياك. يا حلو يا حلو انا وياك، الهوى عذبنا انا وياك. لوعنا سنين ما كنا عارفين، لوعنا سنين ما كنا عارفين، لوعنا سنين انا وياك.
ما هذا بدي اسالك اياه، قد ايه كان جمال بيعني لها من طفولتها وحتى هلا يعني هلا بالمرحله اللي وصلتها؟ كتير بيعني لها واخد حيز كبير من حياتها قصة الجمال. سببها الرئيسي هو الطفولة. هو الأهل بعض الأحيان هن بعقدوا الولد، يعني تصور إنه إما كانت تقلها يا بشعة، مين حياخدك أنت يا بشعة؟ لا صباح. وكان التركيز الجمال والدلال لأختها اللي أكبر منها لميا أفغالي اللي هي الممثلة. نعم. اللي توفت وهي أكبر من صباح بحوالي 4-5 سنين. تصور انه تقلها اما يا بشعة، مين حياخدك يا بشعة؟ الزهرية وصغيرة كانت ما عندها الجمال او ما تهتم بحالها، ما بعرف شو السبب. بقى صار عندها كيف بدي لك مثل حقد داخلي على طفولتها انه هي اقل قيمة من اختها، لدرجة اوجد عندها غيرة، لدرجة هي ونايمة اختها بتروح بتجيب حر وبتحط بعيون اختها هي ونايمة. بتقوم هيديك مثل المجنون عم بتصرخ، الحريق اللي بعيونها صار وكذا. هيدا بسبب شو؟ قد ما هي خلوها تحقد. وهذا الغلط كتير من الأهل، إنه يبينوا للولاد إنه أنا بفضل ولد عن ولد، أو عندي هذا الولد مميز أكتر منك. طب هذا بعقده للولد، هذا غلط كبير. بقى لذلك لما كبرت شوي شوي صارت تحاول تعمل جهدها تضل تبرز جمالها. نعم. الناحية الجمالية عندها، وهيدي كتير كتير عندها إياها مهمة. وفعلا كمان جمالها لعب دور كتير كبير بالنسبة لحضورها يعني، وخاصة بمصر، لأنه التيب صباح هالبياض اللي عندها وهالشكل إجمالا بمصر مش موجود هالشكل هذا. لذلك أخذت كتير نجاحات وشكلها لعب. نعرف نحن تعقيبا على كلامك أستاذ ديب، نعرف بمصر ما كتير بيفتحوا المجال أمام اللبنانيين إلا إذا كانوا محتاجينهم بأدوار. يعني صباح قدرت تخترق السينما المصرية من بابها العريض وتحتل مكان كتير كبير حتى بمصر. هل هو الشكل أو كمان الموهبة؟ يعني بدنا نحكي كمان عن الموهبة التمثيلية اللي عندها. قليل، أنا قلت كلمة كتير حلوة أنت هلا، قليل من الإعلاميين اللي بيركزوا على المطربين بموهبتهم التمثيلية. يعني في كتير مطربين مثلوا كتير، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، صباح، كتير شو بدنا نعد كتار. طيب دايما الأسئلة عن المغنى وعن أغانيهم وعن صوتهم وعن ما حدا سأل أو أخذ ناحية التمثيل، الموهبة التمثيلية. صباح كانت ممثلة كتير مهمة بالكوميديا، بالتراجيديا، يعني مش بس بالأدوار بالخفيفة. كانت كتير مقنعة بأداء التمثيلي. أحلى بحلا حلوتنا زينة ضيعتنا، اللي إلها عيون بتحكي وبتمون. شو يا فهد مبين ما استلمت الغلي، أنا ناطر انت تطلي، بعرفك انت اللي بتموني عالغلي وعسعر الغلي. بعتلك الإخوان تفاهم انت وياهن، بعتلي 100 واحد والمطلوب شخص واحد. أنا جيت شو رح نعمل؟ شو بدك نعمل تنعمل؟ قصب صار عندي كتير، أنا شو بدي بالقصب؟ أنا عم باخد قصب كرمال هالشعر الدام. بما أنه حكينا اليوم أستاذ ديب عن دخول فنانة صباح لمصر وتحقيق هالعدد الكبير من الأفلام، بدنا نحكي عن مقاطعة جامعة الدول العربية للفنانة صباح لسبب من الأسباب. ولكن هذا السؤال رح أطرحه عليك بالجزء الثاني من مشوارنا مع الفنانة صباح، يلي أكيد بعطي موعد لكل المستمعين إنه يتابعونا بقصة حياة الفنانة صباح مع الأستاذ ديب أبو شالة. منا لألكم أطيب التحيات، إلى اللقاء. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من ذكرياتي مع الشحرورة صباح، مع تحيات ديب أبو شالة.